غفر لامرأة مؤمسة مرت بكلب. نعم. وبالنسبة لعصير الذباب اللي قبل شوية قلت أعتقد به، إذن جيد جدا. إذن أنتم مشركون تتبركون بعصير الذبان. واضح ست أميرة؟ هذا مو تبرك. لماذا يعني؟ إذن أنتم حالكم حال القبورية اللي يتبركون بالقبور، تدري لو ما تدري؟ أنت قبلت بالرواية. إيش دخل هاي بهاي؟ أنتم الفرق بينكم، شوف الفرق أنكم تتبركون بالقذارات، هذا الفرق. إذن حالكم أنتم حال القبورية، بينما هم ليسوا بالقذارات. الأخوة القبورية لا، ما يتبركون بالقذارات، أما أنتم تتبركون بالنخام وعصير الذباب. الذبانة إيش فينا ترى؟ قذارات ست الذبان يقف على النجاسات، تدري لو ما تدري؟ ما شايفته بعينك؟ معقول أنت شايف الذباب واقف على النجاسات لو لا؟ وعلى البول وعلى الغائط وعلى الأزبال وعلى الميتة. إيه شايفين؟ خلاص، إذن أنتم تتبركون بمن؟ بالقاذورات. أما الشيعة لا، ما يتبركون بالقاذورات، ما يتبركون بالقاذورات. واضح يا ست؟ فعلى كلامكم فالأولى بالتكفير السلفية وليس الأخوة الشيعة وغير الشيعة. وأنتم تشربون عصير الذبان للتشفي به، يعني تستعينون بالنجاسات، يعني في إحدى جناحيه داء. ما جينا فأنتم أهل الشرك. بها ولا أي شيء. عفوا ست، عفوا. فالآن أثبت أنكم أنتم أهل الشرك بعد ما قبلت بهاي الرواية، وقبلت بأنك تتشفين وتستعينين بالنجاسات وبالقاذورات مثل ما ذكرت لجاني. وشرككم أقبح من الصوفية والشيعة، تدري لو ما تدري؟ الشيعة والصوفية ما يتبركون. بالقرآن عندنا اسمه إنه ما يصير إنه أنت تشرب شيء مثلا وقعد فيه الذبانة ما يصير تشربه. ماكو شيء هيك بالإسلام، وشيء مو شيء كبير أصلا. ستنا الفاضل، أنتم يعني شرككم هذا صار أقبح من الصوفية والشيعة، تدرين لو لا؟ ليش؟ لأنكم تتبركون وتتشفون بالذبان والنجاسات اللي يوقف عليها الذبان. الصوفية كفر جابهم علينا. الآن أثبتنا أن الأولى بالتكفير هم على مبناش هم السلفية. والأخوة الشيعة ما يتبركون بالنجاسات ولا يتبركون بالقاذورات. فأنتم اللي قبلت بهذا الحديث، فمعناها يا ستنا أنتم أهل الشرك، وشرككم أقبح من الطرفين. أنت عندك الشيعة والصوفية مسلمين؟ نعم مسلمين، نحن لا نكفر أحد ستنا الفاضل. نعم. الآن ثبتنا أنكم أنتم نفسهم صاروا مسلمين. زين بس مرخصتك. أنت قلتي نشرب العصير احنا، زين ست ليش يشربونه؟ أليس للتشفي؟ وأليس هذا استعانة بالنجاسات والقاذورات؟ لا. أنا قلت لك، أنا أي شيء يمشي عليه اللي ببيتنا يمشون عليه أنا أمشي نفسه. جيد. يعني ذا يستعونون. جيد. يعني ذا يستعونون بالقاذورات وبالنجاسات تمشين عليه؟ كل شيء أمشي عليه. يعني ذب عقلك وشمر عقلك يعتقدون بي أنا أمشي عليه. نعم. إذا أنت حالك حالهم، هم هميا أهل الشرك وأنت حالك حالهم. إذا أنت مشركة على نهج أهلك. شكرا لك يا ستنا الفاضلة. على المشركين احنا نكفر المشركين. خلي نروح الرواية أخرى ستنا الفاضلة. هسه خلي نروح الرواية أخرى. اللي يطعن بأم المؤمنين شنو حكمه ست؟ كافر. ويطعن بالنبي كافر. اسمعي خلينا نشوف ياهو الكافر. أو أكو نقطة أثبتها عليكم حتى نرجع لغير نقطة. إذا يا ستنا الفاضلة، بما أن أنت هسه يعني اعترفتي أنك تمشين على نهج أهلك وأهلك مشركين، فأنت مشرك. إذا لا تكفر الآخرين لأنك أكثر شركا من الآخرين أنت. وإحنا كلامنا ليس مجرد كلمات ولقلقة لسان يا ستنا، كلامك يعني هو الله تفهمي الكلام اللي تقولين. ونحن مع الدليل ومع الممارسة الخارجية يا ستنا الفاضل. واقف عندك النقطة فلا تكفر الآخرين. ضعي هاي بذهنك، هاي النقطة خليها ببالك. شنو هي؟ احنا مع الدليل ومع الممارسة الخارجية. حط هاي ببالك حتى ما تروح من بالك. إن شاء الله راح ننتقل وياك للرواية الثانية. قلت اللي يطعن بالنبي واللي يطعن بزوجات النبي شبيه؟ كافر. اسمعي، هذا بكتاب صحيح البخاري. يقول عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاريتان تغنيان بغناء بعاث،
فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر، جاريتان يغنن ببيت النبي، فانتهرني أبو بكر، انتهر عائشة وقال: مزمارة الشيطان عند النبي، آلات الموسيقى ببيت النبي، مزمار الشيطان ببيت النبي. هذا البخاري اللي يقول، بس هاي لا. شوف ايش يقول: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله على محمد وآل محمد، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ النبي قال لعائشة، فقلت نعم، فأقامني وراءه، خدي على خدي، خد عائشة على خد من؟ على خد النبي. وين دونكم يا بني إرفد؟ بالأسواق الآن. هذا في العيد. سمعي، يعني والدك بالعيد يحط خد على خد والدتك ويطلعون بالشارع؟ لا تقبلينها على والدك أصلا ووالدتك؟ ما أعرف. تقبلينها على والدك ووالدة الست؟ بس أنا شايف أنت قل أقبل. ستنا الفاضلة بس جاوب على سؤالي. يعني هسه خد والدتك على خد والدك، تقبلين يطلعون قدام الناس وبالأسواق؟ أكيد لا. إذا كيف تقبلينها على النبي يا ست؟ يعني أنت بالله عليك، يعني هاي مشكلة والله. أنا ما أنت قارية شلون ولا تقبلينها على واثقة، النبي جاي وما تسألني. تقبلينها؟ يعني شلون قبلت الرواية؟ أنت هسه شلون قبلت الرواية وما قبلتيها على أمك وأبوك؟ شلون؟ فهميني تعال شلون؟ فهسه إذا شلون تقبلينها على قلت النبي لك أنا ما وزوجته؟ قارية شي على ود أقعد أنا أتفلسف عليك. أي ما تتفلسفين. هسه هذا طعن بالنبي لو مو طعن؟ الله أعلم. الله أعلم. ما تقبليها على أمك وأبوك وتقولين هذا مو طعن والله أعلم؟ ست شغلة عقلك. اللي يقول النبي يفتر هو وزوجته بالأسواق، اللي يقول النبي وزوجته يفترون بالأسواق، هذا طعن لو مو طعن؟ هي محتشمة ودا مثلا حط خدها على خدها وهي ودا هي خدها يعني النبي لابس بوشية تقولين؟ لا النبي بس لابس هي بوشية لابسة بوشية. وعائشة لابسة بوشية، خدي على خده. من خلف البوشية. اسمع يا ست، انت معلوماتك بسيطة. هذا هو دينكم وهاي عقيدتكم يا سلفية. فيا ستنا صحح عقيدتك وقبل أن تكفر الآخرين. هو هذا طعن بالنبي وعلى حكمك، فإن البخاري شبيه كافر. فشلون تاخذين دينك من كافر؟ فيا ستنا أنت لا تعرفين شيء من أكو الدين. سلفية وأكو ومع دولة هذا إسلامية، إحنا الدولة الإسلامية. اي اسمعي، انت لا تعرفين شيء من الدين، ومع هذا حاطه على الناس وتكفرين بهم. فراجع نفسك وراجع عقلك. يعني مزمارة الشيطان والغناء والرقص والخد على خد في بيت النبي، في بيت النبي يا ست، في بيت النبي. أنا كفرتهم لو الله. أنا جاوبني. ستنا تدرين بعد شنو؟ أوف. مو بس مزمارة الشيطان والرقص والخد على خد. تدرين البخاري شو يقول عن النبي؟ انه يدعو للدعارة. تدرين لو ما عفوا على هذا الكلام، هذا البخاري اللي يقول والله يدعو للدعارة. شوف كتاب صحيح البخاري، الطبعة السلطانية، الجزء الرابع، الصفحة 130، رقم الحديث 3321. شوف البخاري شلون يدعو للدعارة. سمعي. قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. والسؤال هنا ستنا الفاضلة، تقبلين الوالد المحترم أن يدخل أشخاص على بيتك أو على الوالدين، على الوالدة؟ تقبلين؟ أكيد لا. لعد شلون هاي نسبوها للنبي؟ البخاري ينسبها للنبي هنا، وهاي نقطة. يعني شو يقول هو أنا يعني قضى فهمت منها عمرك. شي. خلنا افهمك. يقول قضى عمرك بهذا الفعل المو زين، بهاي السوالف المكسرة، فقط تسقين كلب من الماء، وين تروحين؟ فغفر لها بذلك. يعني طول عمرها تظل بهذا الفعل، مو تظل. اول ما تنطي هذا الكلب ميه، وين تروح؟ غفر لها الله سبحانه وتعالى بالجنان العليا. يشكوا بيها، الله غفور رحيم. ست الفاضلة، انت سجلتي مصدر يمك هذا؟ سمع، سجليه
سجلي يمك حتى اي اسهل الوضع سجلت. عليك. الجزء الرابع الصفحة 130 كتاب صحيح البخاري، رقم الحديث 3321. فستنا هذا هو دينكم وهاي عقيدتكم، يعني دعوة علنية للدعارة، دعوة علنية يدعو للدعارة. بس هاي لا، سمعي تقولين ما بيها شيء، يعني نبيكم يدعو للدعارة، تدرين لو ما تدرين وانتم براحتكم. ما دعا للدعارة، قال ان ست هاي الله دعوة غفر علنية. لها. شو ست يعني شوف ايش يقول، يعني تقضين عمرك كله بالدعارة، فقط تسقين الكلب ماي طبين الجنة. هاي دعوة علنية، يعني انتم براحتكم. ست انت براحتك يعني، لكن لا تكفرون الآخرين ولا تتهموا الآخرين بالأعراض، فهذا هو نبيكم وهذه هي أخلاقكم وعقيدتكم، وانتم براحتكم، احنا ما نجبركم، انتم براحتكم، لكن تيقني ان هاي هم عقيدتكم. كفار، انا على شنو ما كفر؟ يعني هسه البخاري كافر صح لان نسب هاي الروايه، لو شو تقولين؟ قلت لك احنا كتبنا احنا واحد، انا حتى من بخاري انا ما اعرف يقرونها ولا لا. يعني ست بس خل اوضح لك الفكره، خل اعبيها براسي على الفكره. يعني قل للنساء، النبي قل للنساء نبيكم روحا اشتغلا بالدعاره، خلي يمكم يوميه كلب، خلي يمكم كلب يوميه شربوا ماء. وضحت عندك الفكره؟ وهنا الله راح يغفر لك. هذا البخاري اللي يقول. حكى على امرأة واحدة، ما دعا قال يا نساء المؤمنين، ما دعا أهل الدعارة. اي سمع خلي تركزين بالروايه. غفر لامرأة مومسة مرت بكلب، يعني ستنا الفاضلة، يعني بس هاي المرة شنو فرقها؟ شنو يعني ماكو عدالة إلهية؟ ليش بس هاي المرة غفر لها الله؟ ليش؟ كلب عطشان